فيقول الله: يا أيها الإنسان إنك، وإن أداة توكيد للخبر تؤكد الخبر. إنك، طيب هذا الخبر أصلا مؤكد ولو لم تكن هناك إن، لأنه من كلام من؟ كلام الله. ومن أصدق من الله قيلا؟ فلا أحد أصدق من الله، ومن أصدق من الله حديثا. إذن يا أيها الإنسان اسمع خبرك، اسمع تاريخك، اسمع حقيقتك. إنك كادح. كادح إلى وين؟ الكادح العامل الساعي. إنك عامل وساعي وكادح ومشتغل، لكن إلى أين؟ كدحك هذا وين يوديك؟ عملك هذا فين يوديك؟ يوديك إلى الله، يوصلك إلى الله. لكن هل هذا الوصول إلى الله معناها الرضا أو معناها الحساب؟ من أخذ طريق وسار عليه وصل لنهايته. نهاية الحياة الموت، والموت لقاء الله. واضح؟ في أحد ما يموت؟ إذا في أحد لا يموت معناه لا يلقى الله. أما إذا كان كل أحد ميت إذن كل أحد سيلقى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كادح بالخير وكادح بالشر وملاقيه. وأمامك ما قدمت، علمت نفس ما أحضرت. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، كل هذا موجود. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. إذن يا أيها الإنسان، جاءك الخبر أنك كادح إلى ربك كدحا، فما هو كدحك؟ في كل يوم يرفع لك كدح، وفي كل ليلة يرفع لك كدح. فما هو الكدح الذي ترفع يوميا لله؟ وما هو الكدح الذي ترفع في كل ليلة لله؟ عملك بالليل وعملك بالنهار، وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. كان مقصر فليتذكر، أخطأ في ليله فليحسن في نهاره، أخطأ في نهاره فليحسن في ليله، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، زيادة في الطاعة. أفلا يكون عبدا شكورا. كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ذكرنا بالأمس الأقوال في هذا الضمير فملاقيه. فملاقي من؟ قيل كادح إلى ربك كدحا فملاقي ربك، وقيل كادح إلى ربك كدحا فملاقي كدحك أي عملك، وقيل كادح إلى ربك كدحا فملاقي الأمرين، ملاقي ربك وملاقي كدحك. وهذا صح. ما هو صحيح؟ أن تلقاهما معا، أن تلقى الله وأن تلقى عملك بين يديه. والله فضيحة، فضيحة كبيرة جدا إذا أخفى العمل وأسره عن الناس يوم القيامة بين يدي الله. أيهما حقا يستحيا منه، الله الخالق أو المخلوق؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم. والعجيب أن الصالحين يستخفون حتى بالطاعة. إذا أسدل الليل سدوله ونامت العيون وهدأت الحركات، قام الصالحون تتجافى جنوبهم عن المضاجع في ظلمة الليل وسواده، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا منه وطمعا فيه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. هذا الخوف الذي أيقظهم من منامهم. وإذا جاء وقت الإنفاق ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلا ليل يمضي من غير إنفاق وصدقات، ولا نهار يمضي كدح في الدنيا لإخراجها في سبيل الله، وكدح بالبدن لإتعابه في سبيل الله. كدح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فجاءت المنافسة في الأبدان وأعمالها والأموال والأعمال فيها. فمن الناس من يوفق لهما معا كالصديق أبو بكر، نفسه وماله وأهله وأولاده وبيته، كل ذلك في سبيل الله. ما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا أمن عليه ولا أخلص له ولا أصدق معه ولا أكرم من بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بيت
من الله عز وجل عليه بأب يحب الله ويحب رسول الله. أول من نطق بكلمة التوحيد من الرجال الأحرار بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. أول من أنفق في سبيل الله أبو بكر. أول من دعا إلى الله ودخل الناس الإسلام على يده أبو بكر. أتقى هذه الأمة. لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر وحده، رجل واحد، بإيمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميعا من أولها إلى آخرها في جميع قرونها. والله والمتكلم رسول الله. والله لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة فيهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والصحابة الكرام والتابعون وتابع التابعين إلى قيام الساعة، لو وزن إيمان هذه الأمة بإيمان أبي بكر لرجح بهم إيمان أبي بكر. رجل يوزن بالأمة فيزنها، كادح إلى ربه بماله ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كادح بنفسه، كاد أن يقتل لما دخل المسجد الحرام ووجد الناس تضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاح فيهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وأخذ يدفعهم، فتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر يضربوه حتى غشي عليه فظن الناس أنه قد مات، فحمل وطرح أمام باب أهله وطرق عليهم الباب: خذوا جثة أبيكم أو ابنكم. فتح الباب وجر أبي بكر وأدخل وكأنه قد مات. أخذوا يعالجونه، فلما أفاق أتدرون ماذا قال؟ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حب ماله وأنفقه وبدنه، كاد يموت في سبيل الله. إذن كادح بالنفس وكادح بالمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقول هذا الرجل أبو بكر الصديق: والله لو نادى مناد يوم القيامة من قبل الله: يا أهل الموقف، يعني يا كل من وقف في المحشر يوم القيامة، يا أهل الموقف، إن الله قد غفر لكم وأمركم أن تدخلوا جنته إلا رجل واحد، فلم يغفر الله له. قال الصديق: والله لو نادى مناد بهذا النداء لظننت أني أنا ذلكم الرجل الذي استثني من دخول الجنة من شدة خوفه من الله. ولو نادى مناد يوم القيامة: يا أهل الموقف كلكم إلى النار إلا رجل واحد، قال أبو بكر: لظننت أنه أنا من شدة رجائه فيما عند الله جل جلاله. كادح خوفا من الله، كادح طمعا فيما عند الله، كادح حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كادح لأنه سيرى ما قدم، كادح لأنه سيرى الله. ويطعمون الطعام على حبه. علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء نذرا أن يصوم 3 أيام، وجاء اليوم الأول وقت الإفطار: مسكين، يا أهل البيت مسكين بالباب شم رائحة الطعام فهل تطعموه؟ فيقول علي لفاطمة: يا فاطمة، خذي هذا الطعام، كل طعامهم، كل الفطور، فأعطيه لهذا اليتيم لعل الله أن يتقبل منا ويكفينا شر القيامة. يعطون الطعام الرغيف الذي عملته فاطمة بعدما خدمت يوما كاملا تطحن لأسرة من اليهود طحين، بنت رسول الله، تطحن طحينا بيدها وتأخذ مقابل ذلك قرصا لتفطر به مع زوجها، ويأتي اليتيم فيقدم. واليوم الثاني المسكين، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اليوم الأول مسكين، اليوم الثاني يتيم، اليوم الثالث أسير كافر ليس بمسلم. و3 أيام والبيت، هذا البيت الطاهر بيت علي، يبيت على الطوى.
ليه؟ بنت رسول الله وابن عم رسول الله، ما في طعام؟ نعم ما في طعام، لأن رسول الله نفسه يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة أشهر وما يوقد في بيته نار، لا شاي ولا قهوة ولا غدا ولا عشاء. قالوا يا عائشة فما هو طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. وأي تمر؟ البسر، تمر اليابس، ليس الرطب ولا السكري ولا أنواع التمور التي عندنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان عندهم البسر، التمر الناشف الذي عندنا الآن يعطى للغنم والإبل ولا يأكله البشر. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم ليه؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنما نطعمكم لوجه الله لأننا سنلقى الله فنجد هذا الإطعام بين يديه. نحن كادحون إلى الله ونحن جميعا ملاقوا الله. يا ترى ما هو أرجى عمل ممكن نجده غدا بين يدي الله؟ والله ثم والله ثم والله 3 أيمان إن من الناس من لو بحث في أعماله الصالحة ما وجد عملا يستطيع يقدمه بين يدي الله، إما عمل خالطه رياء أو سمعة، أو عمل خالطه نقص، أو عمل خالطه عدم تمام، عدم كمال، عدم قبول. لذلك نراجع أنفسنا. لا بد من عمل سري بينك وبين الله ينفعك الله به في الدنيا وينفعك به في الآخرة. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ملاقيه متى؟ ذكرنا يوم أمس لقاءات الله، واللقاءات بالله 4. أمس ذكرت 3 وهي في الحقيقة 4. لقاء الله في الصلاة، وهذا لقاء متجدد. وإنها لك واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها يعني الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. إذن كل صلاة هي لقاء مع الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يدخل فيها الصلاة. من أحب الصلاة أحبه الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصلاة. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني. فإذا جاء وقت الصلاة فلا نساء، وإذا جاء وقت الصلاة لا طيب لا طيبات لا أكل لا شرب، لا تقدم الصلاة. وإذا كان الأكل قد حضر ويشغل القلب فيقدم أكله على صلاته حتى يتفرغ في صلاته. واضح؟ طيب، هذا اللقاء الأول مع الله. اللقاء الثاني عند الموت. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. اللقاء الثالث يوم القيامة، هذا أمس نسيته. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، هذا لقاء. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لقاء. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، هذا لقاء. هذا اللقاء وين؟ في القيامة، وهو اللقاء الأول في القيامة. وبعده اللقاء الثاني المتجدد كتجدد لقاءات الصلاة، وهو اللقاء في الجنة. وأكثر الناس لقاء هناك أكثرهم صلاة هنا. واستعينوا بيش؟ بالصبر والصلاة. واسجد واقترب، وعلى قدر سجداتك يكون قربك. والسجدة يعبر بها عن الصلاة كاملا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا أي صل له. وسمي المسجد مسجدا لا لأنه يسجد فيه فقط، ولكن لأنه يصلى فيه. ولما كان السجود أعظم شيء في الصلاة سميت الصلاة سجدة. الصلاة كلها سميت سجدة، فليسجد سجدتين يعني يصلي ركعتين. طيب، هذه لقاءات الله. طيب، لقاءات العمل الصالح والعمل السيء 4 أيضا. لقاء في الحياة لعملك الصالح أو لعملك السيء، وهو لقاء الأثر. من يعمل سوءا يجزى به، وكذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يجد أثر لهذا العمل الصالح في الدنيا. إذن إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ملاقي كدحك وملاقي ربك. تجد ربك في الدنيا معك. ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. إذن هذه معية الله في الحياة الدنيا، وهي معية النصرة والتأييد والإلهام والتعليم والتفهيم والخير وإلى آخره. طيب، هذه المعية الأولى معية الله. أيضا معية العمل، وجود العمل.
عندما تعمل صالحا تجد أثره في نفسك. من عمل حسنة وجد أثرها، ومن عمل سيئة وجد أثرها. يقول بعض السلف: والله إني لأجد أثر المعصية في دابتي وامرأتي كما أجد أثر الطاعة فيهما. سيارتك إذا دائم خربانة راجع نفسك، زوجتك إذا دائم غضبانة وزعلانة راجع نفسك، أولادك إذا عقوك راجع نفسك، لأن هذا كله يرجع للعمل. من يعمل سوءا يجزى به. قد يكون الجزاء في السيارة، قد يكون في الجار، قد يكون في الولد، قد يكون في المرأة، قد يكون في جسدك أمراض وبلاوي، وقد يكون أيضا بالمقابل العكس. قد يكون نور تجده في قلبك، وصحة تجدها في بدنك، وفرح في نفسك، وسرور وجمال في وجهك، ونور وسعادة مع زوجتك. ولذلك جرب ليلة تطيع الله عز وجل وشوف زوجتك كيف تعاملك، ولا قدر الله اليوم اللي تقصر في الطاعة وشوف كيف. يقول بعض السلف: كان عنده حمار يذهب به إلى المسجد، لكن اليوم هو على حماره نظر لامرأة فعثر به الحمار. قال: فاستغفرت على هذه العثرة لأنها ما جاءت إلا بعد تلك النظرة. عثرة حمار لأنه نظر. إذن كما تدين تدان، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن الوفاء ما هو عاجل في الدنيا، ومنها ما هو في البرزخ، ومنها ما هو في القيامة في العرض، ومنها ما هو في نهاية ذلك وهو الجزاء. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاقي عملك وملاقي ربك. فانظر ماذا ستقدم. قال تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم يقول الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه. أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أول شيء يوم القيامة يحصل بعد البعث، بعد الخروج من القبر، يحصل شيء اسمه الحشر. فيحشر الناس على 3 مجموعات: الظالمون مجموعة، والصالحون المقتصدون مجموعة، والسابقون مجموعة. فالسابقون يرفعون إلى أعلى. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. ظالمون تخفضهم، والسابقون ترفعهم، والمقتصدون وسط بين ذاك وذاك. طيب، هؤلاء الذين يرفعون يوم القيامة يحشرون، هذا الحشر. بعد هذا الحشر وهو التزويج: وكنتم أزواجا 3، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. طيب، هؤلاء ال3 بعد حشرهم تعطى لهم الكتب، فتعطى الكتب على مراحل. المرحلة الأولى الكتاب العام، كل أمة تدعى وتسلم كتاب واحد، كل أمة تدعى إلى كتابها. أول أمة تدعى أمة نوح: يا أمة نوح هذا كتابكم، هذا كل ما فعلتم مجتمع في كتاب واحد. يا أمة هود هذا كتابكم، يا أمة صالح هذا كتابكم، يا أمة إبراهيم هذا كتابكم، يا أمة موسى هذا كتابكم، يا أمة عيسى هذا كتابكم، حتى تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خير كتاب كتاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب عظيم، لكن ما دورنا فيه؟ ما هي مشاركتك في كتاب أمة محمد؟ كل أمة تدعى إلى كتابها. تعال شوف أنت إيش عندك، ماذا عندك؟ والله العظيم إنها فضيحة. إذا جيت تقرأ الكتاب الموحد: هذا أبو بكر فعل وفعل وفعل، هذا عمر فعل وفعل وفعل، هذا فلان، هذا محمد الفاتح فعل وفعل، هذا ابن حنبل فعل وفعل، هذا ابن تيمية فعل وفعل، هذا ابن باز فعل وفعل، هذا أنت إيش فعلت؟ لأن هذا كله يكتب في كتاب واحد. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. كل الناس بتشوف المقربة من الله. هذا العرض الأول، عرض الأمة والكتاب العام. ثم يأتي الكتاب الخاص. قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. إذن عندك كتاب عام معهم، مع الأمة التي أنت منها، ماذا قدمت لها؟ وعندك كتاب خاص لك أنت، ماذا قدمت لنفسك؟ فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه، لأن كتاب العرض العام هو الأول وهذا الثاني، وقد عرف مجمل ما فيه فيأخذها بيمينه. أول ما يأخذ هذا الكتاب
تبدأ التغييرات، تغييرات في جسده. أول شيء يتغير في وجهه، وهو يقرأ الكتاب يبيض يبيض يبيض، يزيد بياضه. فأول ما بدأ يقرأ الحسنات، والحسنات نور، وكل ما يقرأ حسنة تولع عليه، تنور عليه تنور عليه، وكتاب ينور وهو وجهه ينور، حتى يصبح وجهه كالقمر ليلة تمامه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ليش؟ لأنها قرأت الكتاب بأيمانها. فماذا قرأت في الكتاب؟ قرأت حسنات قبلها الله، ضاعفها الله، قرأت حسنات جاءت من عند الله أصلا ما عملتها. فضل الله عظيم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة. تخيل الذرة هذه حسنة، ماذا يفعل الله فيها؟ يضاعفها حتى تكون كجبل أحد. وبس لا، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، جبال أخرى من عنده أنت ما عملتها أصلا. فمثلا لو تبدأ تقرأ في صلاتك، تقول أنا الحين أنا أقرأ في كتاب الحسنات، مثلا تقرأ في كتاب الحسنات صلاة الفجر، لأن كل صلاة وحدها صلاة الفجر يكتب لك مثلا 1,000,000 صلاة. طيب أنت كم صليت؟ أنت عمرك كله يمكن ما يصل 1,000,000. يقول لك صليت في الحرم، فكل صلاة 100,000، 10 صلوات 1,000,000 صلاة. طيب هذه مضاعفات من أنت كم صليت في الحرم؟ 10 صلوات يومين، فكتبت لك 1,000,000 صلاة فجر، 1,000,000 صلاة ظهر، 1,000,000 صلاة عصر، 1,000,000 صلاة مغرب، 1,000,000 صلاة عشاء يومين في الحرم. طيب 10 أيام اعتكفت كم؟ إذا كل يومين 1,000,000، 10 أيام كم؟ 5,000,000 صح؟ هذا من غير المضاعفة، هذه المضاعفة العامة. ثم تأتيك بعد ذلك المضاعفات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، كل 1,000,000 في 10. ثم بعد ذلك إلى 100، ثم بعد ذلك إلى 700. فهذا العدد الأول، ثم يضرب في العدد الثاني 10، ثم بعد فترة في العدد الثالث 100، ثم بعد فترة في العدد الثالث كم؟ العدد الثاني 100، ثم العدد الثالث 700، ثم يرتفع لدرجة لا عدد. كيف درجة لا عدد؟ الله عز وجل جعل الأعمال تنقسم إلى 3 أقسام: أعمال محدودة، وأعمال محدودة معدودة، وأعمال لا محدودة ولا معدودة، وأجور محدودة وأجور لا محدودة ولا معدودة. فمن الأجور اللا محدودة واللا معدودة أجر الصابر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك أجر صاحب العفو الذي يعفو. إيش الآية؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله لا يعد له 1 2 3 لا. كذلك أهل الشكر، وسنجزي الشاكرين جزاهم على الله. كذلك أهل الصيام، الصوم لي وأنا أجزي به، مع أن الصوم يدخل في الصبر. إذن هذه يا أيها الإنسان عفوا، فأما من أوتي كتابه بيمينه، أوتي لأنه لم يأخذ هو كتابه، ليس بإرادته. الكتاب يوضع في يمينك فيحرك الله يمينك وتقبض الكتاب، والثاني يحرك الله شماله فتقبض الكتاب من وراء ظهره. واختلف العلماء بالتفسير في أحوال الكتب، هل هم 2 أو 3؟ فقيل 3: آخذ كتابه بيمينه هذا صنف، وآخذ كتابه بشماله هذا صنف، وآخذ كتابه من وراء ظهره هذا صنف ثالث. لماذا؟ لأن الناس 3 أقسام: مؤمن واضح أخذ كتابه بيمينه، كافر واضح أخذ كتابه بشماله، منافق إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، من وراء ظهره. تلف يساره شماله من وراء ظهره، وتؤخذ يمينه فتغل على عنقه، لأنه ما حركها في سبيل الله، ما أنفق، ما تصدق، حتى جاءت سكرة الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الآن دحين تبغى تعمل صالح بعد ما جاءت سكرة الموت؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب. الكتاب هو الأول والحساب هو الثاني. أول شيء كتابك، وبعد الكتاب يأتي الحساب. بالله عليك إذا قريت كتابك وقريت في آخر الكتاب هذه حسناتك قد قبلت منك وضوعفت لك، وقريت السيئات هذه سيئاتك قد غفرت لك، أنت عاد تخاف بعدها؟
الحساب هذا روتين يسير بس مرور. عبدي اسمع سورة الحساب كيف يحاسب الله عبده. عبدي أهذه حسناتك؟ نعم. وفيها زيادة يا رب ما عملت. عبدي أهذه سيئاتك؟ نعم كلها عملت ولا في أي زيادة. عبدي ظلمك ملائكتي؟ ما ظلم. عبدي كل هذه سيئاتك؟ كلها سيئاتي. يخاف العبد يقول ربي ألم تغفر لي؟ قال سترتك في الدنيا يوم عملت ما حد يدري وأغفرها لك اليوم، وإنما أردت أن أحاسبك على عملك لتعلم فضلي عليك، فلولا فضلي ما نجوت. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن فضل الله سبب النجاة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا زي ما رأيته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب هلك. من نوقش الحساب هلك، لأن الذي ناقشك خبير عليم ورب العالمين، لا تخفى عليه خافية. تقدر تخفي عليه شيء؟ وذلك الكفار يوم القيامة المشركين عندما يأتون يحاولوا يخفون ويكذبون بين يدي الله، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ما أشركنا بك. ايش يسوي الله عز وجل؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا رب العالمين لما قاضي في المحكمة. هذا رب العالمين الذي ينطق، وقالوا ينطق ما يشاء، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله. من هم أهله؟ قيل ينقلب إلى أهله في الجنة زوجته، وقيل ينقلب إلى أهله يعني المؤمنون، لأن المؤمنون والمؤمنات أهل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فينقلب للزمرة التي سيكون واحد منها ويدخل معها الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. أوتي كتابه من وراء ظهره، ووجهه يقلب يصبح يرى من خلف، ويصبح متناقض، لأنه في الحياة الدنيا كان متناقضا، الأرجل تمشي قدام والوجه وراء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. هذا من استهزاء الله بهم، يجعل وجهه وراء وكتابه وراء ورجوله ما تمشي إلا قدام. فإذا صعد على الصراط يطالع وراء. هل يستطيع يمشي قدام؟ لا، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وإذا أخذ كتابه يسود وجهه. طيب نسيت، المؤمن يوم يأخذ كتابه تبدأ التغييرات. أول تغيير في وجهه يبيض، وثاني تغيير في جسده يطول، يصبح طوله وهو يقرأ الكتاب 60 ذراعا. قبل لا يدخل الجنة مجرد ما يأخذ الكتاب تبدأ التعديلات على جسده فيطول حتى يصبح طوله 60 ذراعا. 60 ذراع يعني 30 متر. يعد إعداد دخول الجنة. هو لا يبعث بهذا الطول، يبعث على جسمه هذا. يبعث الناس يوم القيامة على أجسامهم هذه حفاة عراة كما دفنوا. لكن متى يأتي التغيير؟ عند الكتاب. يوم يأخذ كتابه ويكون من أهل الجنة يتغير شكله على أشكال أهل الجنة. أهل الجنة كيف أشكالهم؟ على صورة آدم. طوله كم؟ 60 ذراعا يعني 30 متر. العرض كم؟ 7 أمتار. هذا هو الإنسان المؤمن في الجنة، وجهه كالقمر ليلة تمامه، ويصبح يعني يتهيأ بهذا الجسد، وبهذا الجسد يمر فوق الصراط، وبهذا الجسد يقف عند باب الجنة، وبهذا الجسد يدخل الجنة. أما الكافر المجرم فإنه إذا قرأ سود وجهه، وإذا اسود وجهه بدأ يهيأ تهيئة أهل النار. وتهيئة أهل النار أجسامهم أضخم وأعظم وأكبر من أجسام أهل الجنة. طول الواحد منهم كم؟ 1200 متر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مقعد واحد من أهل النار كما بين مكة والمدينة 400 كيلو. هذا المقعد المجلس، وهذا الثلث. 400 في 3 كم تكون؟ 1200. وقيل أنه الربع، لأن عرض الإنسان ربعه، فتكون 400 في 4 كم؟ 1000 كم؟ هذا طول الكافر 1600 متر. يعني لو أنه انسدح على الجزيرة العربية كانت رجوله في البحر الأحمر ورأسه في البحر الخليج. هذا طول العرض كم؟ 400 كيلو.
لماذا؟ ليذوق العذاب. ولذلك كل واحد عنده سلسلة، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها كم؟ 70 ذراعا من أذرعة من؟ الملائكة. طيب هذا الكافر وهذا شكله بعد أخذه للكتاب. وما من أوتي الكتاب وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو النفس بالويل والثبور، ويصلى سعيرا، وهو يقرأ كتابه يجيه من فيح جهنم قبل لا يوصلها. إنه كان في أهله مسرورا، قاعد في الدنيا مبسوط ومسرور وضحك 24 ساعة يضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ويحزن لو شاف واحد يبكي. ليش يبكي؟ أضحك، كان الدنيا كلها ضحك. البكاء من خشية الله ما هو عنده، لأنه ما في قلبه خشية أصلا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. الحور الرجوع والعودة إلى الله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الكور بعد الحور، أو من الحور بعد الكور. الكور والحور كلمتان، حار إذا رجع، وكار إذا جد. فالحور الرجوع بعد الاستقامة. إن ربه كان به بصيرا وما زال به بصيرا. بصيرا به ربه يوم كان نطفة، وبصيرا به يوم كان علقة، وبصيرا به يوم كان مضغة، وبصيرا به يوم كان عظاما، وبصيرا به وهو في بطن أمه، وبصيرا به يوم ولادته، وبصيرا به على مراحل حياته، وبصيرا به يوم عمل ما عمل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ بصيرا به في حال الطاعة، وبصيرا به في حال المعصية. ويوم القيامة سيجد ربه أمامه وعمله أمامه، ويسأل يوم القيامة الإنسان عن سمعه وبصره وفؤاده. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.